المصري القديم شاف أي إنسان بعد ما بيموت بيتبقاله جسم غت، والجسم ده لازم يحافظ عليه كويس جدا ويحنطه كويس عشان يبعث مرة تانية. وشاف كمان ان الباء بتبقى موجودة بس بتنفصل عن جسم المتوفي وبتطلع للسما وبتندمج مع عالم الأرواح، مش بترجع للأرض مرة تانية. عندنا كمان القاء القرين اللي هي الروح اللي بتلازم جسم المتوفي من أول ما بيتولد وما بتنفصلش عنه حتى بعد ما بيموت، بتفضل ملازماه حتى في قبره. هي اللي بتستقبل القرابين والعطايا، وكل ما هيكون في قرابين مستمرة بتتقدم للمتوفي كل ما القاها تبقى موجودة. عشان كده الملوك عطوا أراضي للكهنة عشان يصرفوا منها بعد كده على القرابين لمقابرهم بعد ما يموتوا. واعتقد المصري القديم ان لكل انسان له ظل اللي هو الشوت، ودي صورة اللي سابها الاله رع على الارض وهتفضل باقي رمز بعد موته تخليدا لذكراه. كمان عندنا القلب واللي هو اسمه بالمصري القديم الإب، وده طبعا مهم جدا في مسألة الحساب بعد الموت. كمان المصري القديم شاف ان اسمه مهم جدا ولازم الشخص يحافظ على اسمه ويعمل اعمال عظيمة ويسعى على قد ما يقدر في الدنيا عشان يضمن الناس تقول اسمه بعد ما يموت، وده طبعا هيضمن لي الخلود في الدنيا وفي الاخرة. اما عن الاخ فدي روح نورانية شفافة مش تبقى موجودة غير بعد وفاة الشخص الصالح بس. اعتقد المصري القديم ان العناصر دي كلها اللي هي البا والكا والاخ والغين والشوت والغيت مش هيبعث الانسان إلا لما بتكون موجودة معاه ومصاحبة ليه، عشان كده وجه ليها الاهتمام.